أستاذ إسماعيل، الله يعطيك السر. واحد السؤال، في الحقيقة سؤال وفي نفس الوقت يعني باش نتحقق واحد المعلومة وصافي. بالنسبة للماريك، واش فريمون أن العلاج الوحيد ديالو هو أن تنضرب الفاكسان في البيضة مباشرة؟ على لحقاش من قبل وقيلا كنت شفت واحد الفيديو أن الفاكسان كيتنضرب في البيضة. واش هاد المعلومة صحيحة ولا خطأ؟ فعلا أخي، بالنسبة للمرض ديال المريض، فالتلقيح ديالو كيكون يا إما في النهار الأول عند الفقس، وكيدار في القوة، لأنه الكونديسيون ديالو كيكون في تقريبا واحد ناقص 40 درجة. يعني صعيب أنك تلقى عند طبيب بيطري وتاخدو وديرو انت في الضيعة ديالك. يعني مثلا لكن غتاخد كتكوت من محض، فخاصك انسيستي على المرض ديال مريض. والأغلبية ديال الإخوان لما خفت نقول أن واحد 99% ما كديرش المرض ديال مريض، ما كديرش فيها فاكسا. بالنسبة للناس اللي كدير تفقيس عندها المرض ديال مريض، كيتم التلقيح ديالو ضدو في محاضن في كوفوار، يا إما كيدار هنا في بيضة باقي في الفترة ديال الحضانة، أو النهار الأولاني. فبالنسبة للتلقيح ديالو كما قلت يستعصي على بزاف ديال الإخوان، لأن الظروف ديال الكونسيرفاسيون ديالو قلنا في واحد ناقص 40 درجة. صعيب على الإخوان أنهم يوفروا هاد الكونديسيون. فملي كتبغي تاخدو عند الطبيب البيطري تيقول لك ما عنديش، غير متوفر. صعيب وصعب بزاف. حتى الإخوان اللي كيربيو قطعان ديال الأمهات وإنتاج التوكا ما كيديروش التلقيح ديال